طيب يا لوجي، دلوقتي احنا بدأنا مع بعض كنا كام كيلو فاكرة؟ 83 برافو عليكي، كنا ونص. 83 ونص. برافو فعلا. النهارده كام كيلو بقى؟ 70 70. 70 و16 جرام و16 جرام. 16 جرام دول هتغاضى عنهم واعمل نفسي مش واخده بالي منهم. يعني نزلنا ما شاء الله ما شاء الله 13 كيلو ونص، صح كده؟ صح كده. بس تقولي لي بقى ال 13 كيلو ونص دول ايه اللي نزلنا فيهم كمان معاهم؟ ايه اللي احنا استفدنا فيهم بعد ما احنا خلصنا 13 كيلو ونص دول؟ ايه اللي اتغير في لوجي نفسها؟ ايه؟ نزلنا في المقاسات. برافو. غيرتي مقاساتك؟ يعني كنت بتلبسي مقاس كام مثلا بقيتي بتلبسي مقاس كام؟ دلوقتي في حاجات بلبس فيها ميديم وفي حاجات بلبس فيها سمول. واو حلو قوي. طيب كنت بتلبسي الاول كام؟ ممكن لارج، ممكن اكس لارج. حلو جدا. طيب ايه كمان اللي اتغير بقى؟ تفكيرك ايه اللي اتغير فيه؟ طباعك، هل في حاجه اتغيرت في طباعك ولا احنا بس كنا هدفنا ان احنا ننزل الكيلوات دي وبس؟ لا، في ما بقتش بحب اي، يعني لازم اكل اكل معين. ما بقتش اكل مقليات. حلو. ما بقتش اكل مخبوزات. ما بقيتيش بتاكليهم؟ يعني ما بقيتيش بتحبيهم ولا ما بقيتيش بتاكليهم مضطره عشان انا ما بكتبهم لكيش مثلا؟ لا، ما بقتش بحبهم. طيب كويس. لمار. لمار معانا. لا هي قصدها ان هي ما بقتش بتاكلهم، معناه ايه؟ ان هي مش منعتهم تماما ولكن ما بقتش بتشتهيهم زي الاول، مش ده قصدك؟ لا، الدوجي ما بتاكلش مخبوزات خالص نهائي. يمكن مقليات، ممكن واحدة كريباية كده كل فري، اللي هو ممكن كل مرة كل شهر. حلو لكن قوي. فعلا مخبوزات ما بقتش تاكلها خالص. طيب انت ما بقيتيش بتاكليهم يعني لانك لا فعلا تاكلها اصلا. ما بقيتيش بتشتهيهم ولا انت مجبره ان انا مش بكتبهم مثلا؟ لا لا، ما بقتش بشتهي. يعني انت طيب قولي لي يا روجي بصراحه، ايه الحاجات اللي مضايقاكي في النظام غير البيض؟ السمك. السمك لحد دلوقتي لسه ما حبيتيش السمك ولا اي شكل من اشكال السمك؟ لا، باكل السنجاري بس مش كل اسبوع، يعني ممكن من فترة لفترة، لكن مش كل اسبوع. ما بحبش اكله. طيب تمام، ايه كمان؟ ايه كمان؟ السمك والبتنجان. ماشي. طب انا عايز اسالك سؤال، لو احنا إيه؟ الشهر ده قررنا ان احنا نوقف مع بعض خلاص هنثبت بقى، تمام؟ هترجعي تاكلي ايه بعد كده بقى؟ قولي لي كده، احكي لي يوم هيبقى يومك ماشي ازاي. ماشي ازاي؟ احكي لي. يعني انا دلوقتي قلت لك خلاص احنا خلاص كده، احنا خلاص خلصنا متابعه ومش هنتابع تاني، احكي لي كده بقى هتعملي ايه في يومك؟ انا في ايام فعلا ما بفطرش وايام بفطر. تمام. يعني ممكن افطر نص رغيف بجبنه، تمام. وبعد التمرين اتغدى. مش عارفه بقى ماما تكون عامله اكل ايه. تمام. وبتعشى ممكن علبه زبادي مع اي ثمره فاكهه. يعني انت مش هترجعي بقى تلخبطي بقى وما هتصدقي بقى ان احنا بطلنا ولا انت خلاص حاسه ان لا انت بنيتي عادات جديده بصراحه كده؟ لا والله، مش بلخبط، يعني حتى في ايام الفري مش بلخبط. صح، يعني انت حاسه ان انت كده الحمد لله بنيتي عادات جديده، هو ده كان الهدف. بصي ده اللي انا عايزه اقوله لك. اولا انا فخوره بيكي جدا جدا وانت عارفه كده، وحتى لما نزلت لك البوست بتاعك لوحدك انا فعلا فخوره جدا بيكي لانك قعدتي فتره كويسه جدا. انا بحب جدا البيبي ستيبس اكتر من النزول السريع. انا ما بحبش ابدا الناس اللي تبقى داخله بحماس ويلا بينا هنكسر الدنيا وهنعمل كل حاجه وفي الاخر فجاه تقع. لا انا بحب اللي بيعمل زي كده، انه لما يكون هيقع بيقول انا هقع، انا مش قادر، انا مش عاوز. انا فعلا دي الحاجات اللي اتبسطت منك فيها، وان انت حتى في فتره الامتحانات. هنا على التمرين وآراء الناس فيكي في التمرين. قولي لي بقى في التمرين، يلا قولي لي في التمرين. انا سمعت من ماما كده شويه حاجات حلوه عن التمرين. التمرين اصحابي كلهم عملوا دايت. معاكي سلفتيهم البلانات بتاعتك؟ لا مش في كلهم. انا باكل كل حاجه، مش في حاجات معينه باكلها. اه. هما لما شافوكي يعني كده مش حبوا يعملوا دايت زيك يعني؟ وفي واحده صاحبتي اسمها جنى، اه. بقت كل يوم تستنى يوم التمرين عشان تسالني بعمل ايه في يومي، باكل ايه وبشرب ايه. واو. وانتي بتقولي لها بقى؟ بس بالاخضر. اه حلو.
يعني انت بتشربي المشروب الاخضر؟ ساعات. اه، حلو حلو جدا. وبقت بتشرب ديتوكس. اوه، انت اديتيها معلومات ببلاش اهو. و... وقلت لها كمان تشرب ماتشا. يا ولد، طب كويس، حلو قوي. يعني انت حاسه ان انت كده مرتاحه. انا عارفه ان انت معاكي ناس كتير قرايبك في البيت، وكل الناس دي رايهم ايه بقى؟ كلهم مطلوبين. طب وانتي؟ يعني انتي ايه رايك؟ ايه رايك؟ فرحانة. بجد؟ يعني مش مخنوقه مني كده؟ مش حاسه ان انا برخم عليكي؟ بجد بجد، لا. بكلمك بجد. لا. قولي لا بصراحه. والله. مش حاسه ان انا رخمه يعني؟ طيب في ايام الامتحانات كنت حاسه ان انتي متضايقه؟ ايام الامتحانات من ايه؟ من النظام بتاعك يعني؟ الامتحانات؟ لا، من الامتحانات لازم هنتضايق، كده كده هنتضايق من الامتحانات. انا مفيش لا دعوه. كده. ايام الامتحانات كنت متضايقه من النظام بتاعك؟ انا طبعا احنا ايام الامتحانات حطينا نظام بسيط خالص كده عشان ما تتضايقيش، لان لا، دايما لما كويس. بيكون في حاجه بتضغط علينا نفسيا ما ينفعش احنا نزودها بقى بطريقه ثانيه، يعني احنا نحاول كده ايه نقفل الموضوع على قد ما نقدر. لا خالص، ما كنتش متضايقة. طيب يا لوجي، تحبي نوقف ولا انت لسه عندك تارجت تاني عايزه تكملي؟ لا لسه مش عايزة اقف دلوقتي. عايزه توقفي امتى مثلا؟ يعني رمضان داخل علينا وكده، مش حابه توقفي عشان رمضان؟ لا، اصل في رمضان ناس بتستنى فلوس عشان تخس. ايوه صح، ده حقيقي. مش عايزة اوقف، عايزة اوقف على 62 61. ده احنا كده هنطول مع بعض قوي، انت كده هتزهقي مني بقى. لا خالص. وحتى يعني لما اخس هثبت. هتفضلي انا كده كده معاكي. يعني مش انا هوصلك مش- لغايه العريس، احنا مع بعض لحد ما اوصلك للعريس. انا مش عايزة ابطل خالص. انت عارفه يا لوجي ان انا بحبك جدا، ودايما بقول لماما ان انا ان شاء الله متوسمه فيكي ان انت هتبقي احلى دكتوره في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. انا املي فيكي كبير يا لوجي. في التمرين اه فخورين بيا. بجد؟ بيقولوا لك ايه بقى؟ بيقولوا لي ان هم فرحانين عشان انا اكتر يعني مثلا اصحابي اللي في التمرين عندهم بطولة فهم ليهم نظام معين. انا معايا على فكره كذا حد بيلعب معاكي نفس اللعبه بتاعتك دي، وبنيجي قبل بقى مواعيد الميزان بيفضلوا يهزروا كده لغايه قبل ميعاد الميزان، يجوا بقى قبل ميعاد الميزان تلاقيهم متكهربين. ما قدروش يوصلوا للميزان بتاعهم، لولا ان البطولة اتلغت ما كانش زمانهم دخلوا اصلا. يو. فلما الدكتور بقى عرف بتاعي ان انا عامله دايت وكده، واني نزلت يعني في اسبوعين تقريبا كيلو 300 جرام، عمال يقول لي اصحابي بقى شايفين ما عندهاش بطوله اهي وبتخس وبتعمل دايت. ايوه بس احنا مش بنعمل دايت، احنا بنظبط نظام غذائي مناسب لصحتنا ولوضعنا الرياضي. احنا بنعمل دلوقتي تغذيه للرياضيين، لانك بنت بتلعبي رياضه وبتدخلي بطولات، فاحنا بنظبط لك اكلك بما يتناسب مع وضعك، لكن مش بنعمل لك دايت، عشان ما بحبش اسمع الكلمه دي خالص. الدايت ده اللي هو بقى احنا شايلين بقى نص الاكل اللي في الدنيا ومتضايقين لا، احنا بناكل حاجات شكلها حلو، حاجات الوانها حلوه، ولا لا؟ حصل ولا ما حصلش؟ طيب ماشي، قولي لي يا ماما لولو. بتتريق. ايه؟ ماما بتتريق. ماما بتتريق؟ ليه ما حصلش؟ ما حصلش ولا ايه؟ بقول حسن وطحينة والله. طيب ماشي.